طبعا كلنا عارفين وسمعنا قبل كده عن نظريات بيعملها البني ادمين على الفئران، لكن عمرك سمعت عن نظريه الفار هو اللي بيعملها في بني ادم؟ اهو ده بالظبط اللي عمله فلاسفه اسمهم واتسون وراينر سنه 1920. جابوا طفل رضيع عنده 11 شهر و3 ايام تقريبا. المهم ان هم حطوا الطفل ده في مكان لوحده ودخلوا على الطفل ده فار. فالمفروض ان الطفل الصغير او الاطفال عموما لما بيشوفوا فئران وحاجات من دي ما بيخافوش منها وبيبداوا يلعبوا معاها. فالطفل عادي جدا ما خافش لما شاف الفار وبدا يقرب منه، وبمجرد ما الطفل لمس الفار كان معاهم هم بره حاجة حديد أو حاجة معدن عموما وبيخبطوا بيها تعمل صوت عالي. فبمجرد ما الطفل يلمس الفار والصوت العالي ده يحصل فالطفل بيخاف فيبعد عن الفار. فبعدها شوية يروح تاني يلعب مع الفار فيروح يلمسه فيحصل نفس الصوت العالي ده. فخلاص كده بعد كذا مرة بيبدأ الطفل يربط الحدثين ببعض. فبمجرد ما يلمس الفار يحصل الصوت العالي فيخاف، فبقى عنده خوف من الفيران. فبدأ الطفل يبعد من نفسه عن الفار وما يحاولش ان هو يلمسه. ومش بس كده، الطفل ده اللي هو ألبرت بيه ما بقاش يقرب من أي حاجة حوالين الفار. يعني مثلا الفار ده كان فيه بره مثلا حيوانات تانية، كان فيه أرنب، كان فيه كلب، كان فيه جاكيت حتى محطوط. الطفل بقى خايف من كل الحاجات اللي في المكان ده، لأنه بمجرد ما بيقرب من المكان ويلمس الفار بيحصل الصوت العالي اللي بيحسسه بالخوف. الطبيعي بقى إن لما تكون هتعمل تجربة زي دي على بني آدم يكون معاك حل للمشكلة اللي ممكن تحصل، يكون معاك علاج. لكن اللي حصل إن الطفل مشي من المستشفى أو المكان اللي بيعملوا فيه التجربة وما اتعالجش من الحاجة دي، وخلاه طول عمره عنده خوف وفوبيا من كل الحاجات اللي اتربطت بالصوت العالي اللي حصل ده. وعشان كده النظرية دي نظرية مش أخلاقية وتعتبر من أشهر النظريات، ورغم كده ما اتذكرتش في أي مكان في مراجع أو كتب. يعني مثلا في ثالثة ثانوي أنا فاكر إن كان عندنا الفيلسوف واتسون ده واتذكر له نظريات كتير جدا، وكان من ضمنها نظرية بنفس الفكرة برضو بس كانت على قرد أو فار تقريبا. لان من نظريات واتسون اصلا ان هي المدرسه الكلاسيكيه اللي هو بيربط حاجه بحاجه، ان يحصل صوت معين فانت تخاف فانت خلاص ربطت الحاجتين ببعض. بس كل النظريات اللي اتذكرت في الكتب ان كانت على فئران او قرود او كلاب، لكن مفيش اي نظريه اتذكرت على بني ادمين، لان النظريه دي بتصنف من النظريات الغير اخلاقيه. وبس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لي لايك واعمل لي سبسكرايب واستنى الفيديوهات الجايه، متنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت. سلام.